السلام عليكم أصدقائي ومحبي التكنولوجيا والكمبيوتر والطابعات. أهلا بيكم في قناة كشف المستور. الفيديو ده هنتكلم فيه عن الحل الجذري لمشكلة الحبر الأسود اللي بيتمسح من على الورق الجلوسي أو ورق الصور الفوتوغرافية اللامع في الطبعة كانون بيكسيما جي سيريس. أما بالنسبة لأصدقائي محبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات فمعلش اعذروني، ده هيبقى آخر فيديو في سلسلة التكنولوجيا، وإن شاء الله من الفيديو الجاي هنرجع تاني لسلسلة شرح علم الفراسة. في الفيديو اللي فات واللي هيظهر لك في الاي اللي هتبان عندك دلوقتي اعلى الشاشة في الفيديو ده انا كنت شرحت ازاي تنظف الطبعة بتاعتك من جوه وتعمل لها صيانة دورية وترجعها جديدة لو كانت بتعمل لك مشاكل في الطباعة كنقط سودة على الورق لما بتطبع، او حروف الورقة بتبان فيها لون اسود وفي الزوايا بتاعت الورق، او ساعات بيظهر خطوط سودة بالطول في الورقة لما بتطبع. طريقة التنظيف والصيانة الدورية وشرح كل المشاكل دي وحلها هتلاقي في الفيديو ده، يبقى اتفرج عليه بعد الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي ما يخلص. أول حاجة عشان نحل المشكلة لازم الأول نفهم الأدوات اللي احنا بنستخدمها. احنا عشان نطبع بنستخدم ورق، بنستخدم حبر، بنستخدم طبعة. فاحنا عندنا كده أنواع الورق اللي احنا بنستخدمها ينقسموا لثلاث أنواع. أول نوع وهو الورق اللي النسيج بتاعه مفتوح ومش مغطاه، والنوع التاني هو الورق المخصص لطباعة الصور الفوتوغرافية أو بيسموه الجلوسي فوتو بيبر، أو زي ما أنت شايف كده على الشاشة بيبقى الورق ده لامع وبيعكس الضوء، وفي منه بيبقى ورق مطفي. وده النسيج بتاع الورقة بيبقى مغلق بسبب إن هو بيبقى مغطاه بطبقة كيميائية علشان تديله القدرة على اللمعان ده. وتالت نوع معانا هو بيبقى زي الورق اللامع ده بالظبط، بس بيبقى مغطاه بطبقة تانية من المواد الكيماوية اللي بتخليه يقبل أنواع تانية من الحبر ما كانش بيقبلها. فدول التلات أنواع بتوع الورق اللي احنا بنستخدمهم في الطباعة. يندرج تحتيهم بقى أصناف كتير. فعندك مثلا من الورقة اللي مفتوح النسيج بتاعها دي، في الورق العادي اللي احنا بنطبع عليه، في عندك الورق الكوشيه، في عندك الورق البريستول، في البرشمنت، وبيبقى شكل الطباعة عليه بالمنظر ده كده. اما بالنسبة للورق المغطاة سواء كان لامع او مطفي فده بيبقى اصنافه كلها متخصصة اكتر في طباعة الصور الفوتوغرافية. بيبقى فيه منه ورق وفي منه ستيكر بيبقى زي الورق بالظبط، ولكن ظهره فيه ملصق بتقدر تشيله وتلزقه على اي حاجة، وبيبقى شكل الطباعة على الورق بتاع الصور الفوتوغرافية بيبقى بالشكل ده. بالنسبة بقى للطبعات اللي هتطبع الورق ده فاحنا عندنا نوع طبعات الليزر جت، وفي منها ابيض واسود بيبقى فيها لون اسود بس والورقة طبعا بيضة فبنسميها ابيض واسود، وفي منها بيبقى الالوان. والالوان اللي عندنا في الطبعات بتبقى هي الالوان الاساسية، عشان نبقى عارفين هم 4 الوان اساسية، منهم الاسود والازرق الدرجة السيان والاحمر الدرجة الماجنتا والاصفر الدرجة الصريحة. في طبعات تانية بيبقى فيها الوان زيادة، ولكن اي طبعة الوان ايا كانت مواصفاتها حتى لو كانت اقل مواصفات في السوق، طالما اسمها الوان لازم هيبقى فيها ال4 الوان دول: سيان، ماجنتا، بلاك، يلو. طبعا بيبقى في انواع تانية من الطبعات زي الفليكس والكلام ده بيبقى موجود في المصانع، ولكن احنا بنتكلم على الطبعات اللي متوفرة في السوق نقدر نشتريها، ومن الفئة المتوسطة اللي هي مخصصة لشغل البيت او لشغل الشركات المتوسطة. لو انتقلنا بقى للحبر هنلاقي ان الطبعة الليزر بيتحط فيها بودرة حبر زي دي كده، بودرة اللون الاسود، بودرة اللون الازرق، بودرة اللون الاصفر، بودرة اللون الاحمر، بيتحط جوه الكارتريجات دي. والكارتريج ده بيتحط جوه الماكينة في درج من الادراج هنا، بيتفتح الدرج ده وبتبدأ تحط الكارتريجات دي جوه المكنة، ولما تيجي تطبع بيبدأ يسحب بودرة من الكارتريج دي ويطبع بيها على الورق. طبعا الليزر بيبقى سعرها غالي، من مكوناتها بيبقى جواها وحدة اسمها درام بتحتاج ان انت تغيرها كل فترة، وبيبقى جواها سخان علشان يسخن البودرة اللي بتنزل من الكارتريج وتسيح وتلزق على سطح الورقة. فكده انت عندك جزئين في المكنة لازم بيتم صيانتهم دايما، وهم اللي بيظهر منهم الاعطال اللي بتعمل مشاكل للناس اصحاب الطبع الليزر، اللي هم الدرام والسخان. ودول من اغلى الاجزاء في الطبعة طبعا اللي بتحتاج ان انت تغيرهم لو حصل فيهم مشكلة. الطباعة بالليزر على الورق بيبقى بودرة الليزر لما بتنزل على الورق بتبقى ضد المية، لما بيجي عليها مية ما بتتمسحش، وعشان بتتعرض للحرارة فلما بتطلع من الطبعة بيبقى فيها لمعان كده شوية. والطبعة الليزر عندها القدرة انها تطبع على تقريبا 99% من انواع الورق اللي موجودة في السوق، سواء كان ورق المسام بتاعته مفتوحة وغير مغطاة، او ورق كان المسام بتاعته مغلقة ومغطاة، او ورق معالج اللي هو النوع الثالث اللي قلناه اللي بيبقى مغطاه بنوع كيميائي معين علشان يستقبل انواع مختلفة من الاحبار.
لو جينا بقى للنوع التاني من الطبعات هنلاقي ان احنا عندنا الطبعة الانك جيت او الحبر السائل، والطبعة دي بيبقى سعرها رخيص مقارنة بالطبعة الليزر، لان هي بيتحط جواها حبر سائل زي ما احنا شايفين. في طبعات بتاخد الكارتريدج ده بيبقى هو مليان اوتوماتيك، في منه اسود وفي منه كارتريدج تاني بيبقى الوان، ودي بتبقى النوع الطبعة اللي هي زي دي كده، وبتبقى ارخص نوع طبعة في السوق. وفي طبعات حبر سائل بيبقى الكارتريدج بتاعها بيبقى بالشكل ده، وبيبقى كل لون فيها لوحده، مش زي دي كده التلات الوان مختلطين، الاصفر والاحمر والازرق كلهم جوه كارتريدج واحده، ولكن النوع التاني بيبقى كل كارتريدج واخد لون لوحده. والنوع التالت هي الطبعة اللي بيبقى فيها تنكات، اللي هي زي الطبعة اللي عندنا الكانون، وفي منها ايبسون وفي منها اتش بي، ودي بيبقى فيها 4 تنكات، كل تانك بيتحط فيه لون معين. والالوان دي زي ما احنا شايفين بتبقى في ازايز كده. الالوان اللي بتتحط في الطبعة الانك جيت بتبقى الوان ذات اساس مائي اسمها داي انك، ودي بيجيبوا الحبر السائل وبيخففوه بالميه لحد ما يوصل لنسبة التركيز بتاعت اللون اللي هو عايزها، ويوصل لحد درجة اللزوجة اللي هو محتاجها علشان تمشي جوه الانابيب بتاعه الطبعه من غير ما تعمل مشكله، وتدخل جوه راس الطبعه وتطبع من غير ما يحصل تقطيع او تشريط في الحبر على الورق. الطبعه برضو لها القدره على ان هي تطبع على كل انواع الورق، سواء كان ورق برضو النسيج بتاعه مفتوح وغير مغطاه، او الورق الجلوسي فوتو بيبر او اللي هو المخصص لطباعه الصور الفوتوغرافيه، او الورق المعالج، بتطبع على الثلاث انواع. طبعا الحبر بتاعها ارخص من التونر او الحبر اللي هو البودره بتاع الليزر جيت. ومن مميزات الطبعه دي ان هي ما فيهاش اجزاء بتحتاج تتغير ويتعمل لها صيانه، غير جزء واحد اسمه صندوق الصيانه، ده بيبقى في القاعده بتاعه الطبعه من تحت، بيبقى عباره عن صندوق بلاستيك موجود فيه سفنجه بتمتص الحبر الزياده اللي بيطلع نتيجه الهالك اللي بيطلع نتيجه الطباعه، ولما بتتملى بتحتاج تغيرها، وفي الاغلب بتغيرها كل تقريبا سنتين لو انت بتطبع بنسبه الطباعة العادية على الطبعة، مش بتطبع كتير كل يوم. لكن ما فيهاش سخان ولا حرارة ولا فيها درام ولا فيها الكلام ده، الحبر بيخلص بتملاها حبر وبتطبع. ولكن عيوبها بقى ان الحبر بتاعها مش ضد المية، فلو طبعت على ورق النسيج بتاعه مفتوح الغير مغطاه الانكوتد زي الورق العادي بتاعنا اللي احنا بنطبع عليه كلنا، ونقطة مية جت على الكتابة، هتلاقي الحبر ساح على الورق، فهي ما تعتبرش وسيلة آمنة لحفظ المعلومات المهمة على الورق. تقدر تستخدمها في طباعة الحاجات السريعة زي الملازم بتاعت المدرسة اللي انت هتخلصها ومش هتستخدمها بعد كده، صورة بطاقتك، جواب هتبعته لحد، يعني حاجة وقتية هتخلصها، وبعد كده الورقة دي مش محتاج تحتفظ بالبيانات اللي فيها، عشان لو مجرد ان مية اتقلبت عليها كل الحبر اللي عليها ساح والبيانات راحت. العيب التاني ان لما بتطبع بيها على الورق بتاع الصور الفوتوغرافية، طبعت صورة، مهما كان الورق كان اصلي والحبر مهما كان اصلي والطبعة أصلية، الورقة دي بعد ما تطبعها لو تعرضت لشمس أو رطوبة هتتمسح خلال أيام لو كانت في شمس مباشرة. لكن لو كانت جوه البيت وما اتغطتش بإزاز أو بطبقة سلوفان أو اتغلفت في مكنة التغليف الحراري، يعني ما اتعزلتش عن الجو أو الرطوبة، هتفضل الألوان تتمسح من على الورقة كل يوم بعد يوم، وفي خلال من شهرين ل6 شهور هتلاقي الورقة دي بقت ما فيهاش أي صور. ولكن الميزة اللي بتخلي الناس تستخدم الطبعة الانك جيت اللي بيتحط فيها الداي انك، وطبعا اللي احنا بنتكلم عليه دي هي مميزات وعيوب الحبر ذو الاساس المائي اللي هو اسمه داي انك، ان هو افضل حبر ممكن يطلع لك تفاصيل في طباعة الصور الفوتوغرافية. لو جيت قارنته بالطبعة الليزر اللي هي بتطبع برضو على كل الورق، وطبعت نفس الصورة على نفس نوع الورق بس على الطبعة الليزر، هيطلع لك صورة تثبت وتعيش معاك العمر كله ومش هتتأثر بأي مية. ولكن مقارنة بشكل التفاصيل وشكل الصورة النهائي، لا طبعا الداي انك بتاع الانك جيت تحفة، وما يتقارنش بأي نوع طبعة تاني ولا أي نوع حبر تاني. ومن هنا بقى بدأ يحصل اختراع جديد، وهو الحبر السائل ذو الأساس الزيتي. وده بقى بيجيبوا فيه البودرة دي بتاعة البرينتر الليزر، ويدوبوها جوه نوع زيوت معينة لغاية برضو ما يوصل لدرجة تركيز اللون اللي هو عايزه ودرجة اللزوجة اللي هي عايزها، اللي تقدر تمشي جوه الأنابيب بتاعة الطبعة من غير ما تعمل مشكلة، وتعدي من رؤوس الطبعة وتطبع من غير ما يبقى فيه مشكلة أو تشريط أو تقطيع في الحبر. طب ليه بقى هم عملوا كده؟ لأن الحبر ده هيبقى عنده القدرة على إنه يثبت على الورق تماما وما يتمسحش
خالص حتى لو متعرض لشمس مباشرة أو لدرجة رطوبة عالية، ولكنه محدود في أنواع الورق اللي بيطبع عليها. يعني أفضل نوع ورق ممكن يطبع عليه هو الورق اللي النسيج بتاعه مفتوح وغير مغطاه. فلو طبعت معلومات مهمة على ورقة العادية البيضة اللي احنا بنطبع عليها في أي حتة واتقلب عليها مية، الحبر ولا هيسيح ولا هيحصل له أي حاجة. حتى لو الورقة باشت هيفضل الحبر والكلام والمعلومات سليمة زي ما هي. لذلك هو ده نوع الحبر اللي بيستخدموه في طباعة الكتب والوثائق المهمة الحكومية، زي شهادة الميلاد، زي عقد الجواز. كل الوثائق اللي انت عايزها تعيش العمر كله وتتغلب على كل الظروف الجوية اللي ممكن تقابلها. حتى ولو اتقلب عليها مية بالغلط، بتسيب الورقة في الشمس تنشف، بترجع زي ما كانت، والحبر ولا حصل له اي حاجة. وطبعا سعره ارخص من التونر البودرة بتاع البرينتر الليزر، وسعره اغلى شوية من الحبر السائل ذو الاساس المائي اللي هو الداي انك، وما بيحتاجش برينتر مخصوص، بيتحط جوه البرينتر الانك جيت العادية، ومش بيحتاج اي حاجة مخصوصة تعملها له. لكن لو جيت تطبع بيه على الورق بتاع الصور الفوتوغرافية، سواء كان جلوسي او مط، لامع او مطفي، هتلاقي ان هو بيتمسح من على الورقة. حتى لو سبته يوم يومين عشان ينشف، وبعد كده جيت مسكت الورقة وحركت صبعك على اللون اللي مطبوع على الورقة بتاعت الصور الفوتوغرافية بالحبر ذو الاساس الزيتي، هيتمسح معاك. فلو جينا شفنا هنا الموقع الرسمي بتاع كانون، هتلاقي عندك اهو هم عارضين لك الحبر تونر البودرة بتاع الليزر، وكاتبين لك هنا improved image quality with pigment based ink، يعني حسن الجودة بتاعة طباعة الرسومات بتاعتك. خلي بالك هو ما قالش فوتوز، هو ما قالش الصور، هو قال لك ايمج. في فرق ما بين ايمج وفوتو. ايمج دي الرسومات اللي بتلاقيها في الكتب، لكن الفوتوز دي اللي هي الصور الفوتوغرافية، لان دي بتحتاج زي ما قلنا حبر داي اللي هو ذو الاساس المائي عشان تطلع لك جودة عالية. لذلك هنا هو لعب بالالفاظ وقال لك improve image، ما قالكش improve photo. تمام؟ فهو بيقول لك حسن جودة الرسومات بتاعتك مع الحبر البيجمنت اللي هو ذو الاساس الزيتي. وحكي لك هنا الفرق ما بين الداي انك ذو الاساس المائي والبيجمنت الانك ذو الاساس الزيتي، وايه الورق اللي هتطبع عليه. لكن المهم عندنا في الصفحة دي، انا داخل هنا عشان افرجك اهو الداي انك اللي هو الحبر ذو الاساس المائي لما بيطبع على الورقة، الورقة بتشربه ايا كان الورقة دي النسيج بتاعها مفتوح او مغلق بسبب ان هو مغطاه بطبقة كيميائية او معالج بسبب طبقة تانية فوق الطبقة الكيميائية عشان يقبل انواع مختلفة من الحبر. فالداي انك كل انواع الورقة دي بتشربه وبيدخل جوه نسيج الورقة. لكن لو جيت بقى مقارنة بالبيجمنت انك اللي هو ذو الاساس الزيتي، هتلاقي ان هو بينزل على سطح الورقة من فوق، ومحتاج ورقة يكون النسيج بتاعها مفتوح علشان تشرب الحبر ده ويدخل جوه نسيج الورقة. لكن لو ورقة مغطاة هيحصل زي اللي انت شايفه ده كده، الحبر هينزل على وش الورقة والورقة مش هتشربه، فهتيجي تعمله بصبعك هيتمسح معاك. فبالتالي كده بقى في طبعات انك جيت محطوط فيها الاربع الوان داي انك حبر ذو اساس مائي، وبقى في طبعات انك جيت محطوط فيها الاربع الوان حبر ذو اساس زيتي، ودي بتستخدمها في طباعة الصور الفوتوغرافية او على الورق المغطاة او الورق المعالج. والتانية ذو الاساس الزيتي بتستخدمها في استخدامات اخرى زي الطباعة على الورق اللي النسيج بتاعه مفتوح. جت كانون بقى افتكست فكرة جديدة وقالت لك انا هعمل برينتر هايبريد او هجين عشان احاول امسك العصاية من النص. فحطوا الحبر الاسود بيجمنت انك ذو اساس زيتي، وحطوا الثلاث الوان الازرق السيان والاحمر الماجنتا والاصفر الصريح داي انك ذو اساس مائي. وبفكرتهم كده انت تقدر تطبع الوثائق بتاعتك على الورق العادي اللي هو النسيج بتاعه مفتوح باللون الاسود، والحبر هيثبت على الورقة ولو اتقلب عليه مية مش هيتمسح. لكن لو طبعت بالالوان على الورق العادي واتقلب عليه مية هيتمسح، بس ده مش هيفرق معانا لان هو عايز يخصص الحبر الاسود لطباعة الوثائق. وعلى الجانب الاخر لو جيت تطبع بقى على الورق المغطاه اللي هو المخصص لطباعة الصور الفوتوغرافية سواء كان لامع او مط، هتلاقي ان الالوان بتطبع على الورق ده عادي والورق بيشربها وما بتتمسحش. لكن اللون الاسود لما بيتطبع بينزل على الورقة وما بينشفش وبيتمسح.
فكانوا فكروا هنا وقال لك طالما اللي بيطبع بيخش جوه خصائص الطباعة وبيختار نوع الورق اللي هيطبع عليه، سواء كان بلين بيبر اللي هو الورق العادي اللي النسيج بتاعه مفتوح، او هيختار جلوسي فوتو بيبر اللي هو الورق المغطاه، فاحنا جوه البرنامج بتاع الطبعة نفسه هنحدد ان لما تختار تطبع على ورق بلين بيبر هينزل لك اللون الاسود الصريح البيجمنت ذو الاساس الزيتي. لكن لو هتختار انك تطبع على الورق الجلوسي اللي هو المغطاه، مش هيطبع لك باللون الاسود ذو الاساس الزيتي، ولكن هيبدأ يخلط لك اللون الازرق السيان واللون الاحمر الماجنتا اللي هما الاساس بتاعهم مائي، ويطبع باللون اللي هو عمل له خليط ده، هيبقى لون غامق جدا، ويطبعه مكان اللون الاسود. فطبعا على ارض الواقع لما بتيجي تطبع بالطريقة دي بتلاقي ان اللون الاسود ما بينزلش اسود في الصور الفوتوغرافية، بينزل لون بدنجاني غامق او اللي هو الموف الغامق قوي. وطبعا لو في صور الارضية بتاعتها غامقة، يعني مثلا شجر فيه اللون الاخضر ولكن الغامق، فالطبعة عشان تطلع اللون الغامق بتنزل نقطة من اللون الأخضر وبتنزل جنبها نقطة من اللون الأسود، فأنت عينك ما بتشوفش النقطتين وهم جنب بعض لأن هم صغننين جدا والمسافة اللي ما بينهم أقل من ملي، عينك بتشوفهم لون أخضر غامق أو زيتي. فطبعا لما يكون اللون اللي نازل جنب الأخضر مش لون أسود صريح ولون بدنجاني غامق، ما بيطلعش اللون الأخضر الغامق بالدرجة اللي أنت عايزها، ولكن بيطلع أخضر باهت مش أخضر غامق. فبتلاقي الصورة كلها في الآخر طالعة معاك باهتة. وهنجرب كل ده عملي دلوقتي. فكانوا قالت لك عشان تتفادى الموضوع ده انت محتاج تطبع على الورق الأصلي بتاعنا. طيب دور على الورق الأصلي بتاعهم، مش موجود. طب أنا عايز مقاس A4 أو A5 أو A6، مش موجود. طب إيه اللي موجود؟ مقاسات مخصوصة هم قاطعينها بمزاجهم ومحدد لك إن هو ده المقاس اللي انت هتطبع عليه. طب أنا عايز مقاس تاني، مثلا أنا عندي شغل عايز أطبعه بالمقاس ده، فما بتلاقيش الورق الاصلي من كانون موجود فيه المقاسات دي. ولو لقيت الورق الاصلي اصلا هتلاقيه غالي جدا، فما ينفعش يتعمل بيه شغل وما ينفعش تطبع عليه براحتك، لا كل ورقه بتطبعها بحساب لانه غالي جدا ومش متوفر. فهي الطبعه بصراحه بريليانت، هي ذكيه جدا بتطلع جوده تحفه في طباعه الصور، ولكن هم دمروها بالفكره دي لان فعلا على ارض الواقع انت ما ينفعش تمسك العصايه من النص. انت لازم تحدد نوع الحاجات اللي انت هتطبعها سواء كانت وثائق او صور، ونوع الورق اللي انت هتستخدمه سواء كان نسيج الورق مفتوح او مغطاه، وعلى اساسه بتحدد نوع الطبعة اللي هتجيبها ونوع الحبر اللي هتستخدمه. وفي الدنيا كلها وكل الشركات منزلين الطبعات يا اما كلها ليزر يا اما كلها انك جيت داي انك ذو اساس مائي او كلها انك جيت بيجمنت انك ذو اساس زيتي. مفيش حد عمل الهايبريد او الهجين اللي دمر بيه مميزات الطبعة. فاحنا عشان نحل المشكلة دي عندنا حلين. حل سهل وبسيط وهو انك هتدور على نوع ورق اسمه RC. ده مش الماركة خلي بالك، ده نوع الورق اللي هو بقى المغطاء المعالج، بيبقى مكتوب على الباكت من بره RC او ريزن كوتد. دي بتبقى الطبقة التانية اللي بياخدها الورق المغطاء اللي نازل عليه طبقة كيميائية الأول علشان تخليه يلمع. هم بقى بيحطوا عليه طبقة كيميائية تانية اللي هي اسمها الريزن كوتد علشان الحبر ذو الأساس الزيتي لما يطبع على الورق ده يستقبله. فدي بيئة جاهزة لاستقبال أي نوع حبر زيتي. فالورق ده هتاخده تحطه جوه الطبعة زي ما هي كده، فيها الحبر الأسود بيجمنت ذو أساس زيتي والثلاث ألوان داي إنك ذو أساس مائي، وتطبع. هيطبع معاك والحبر هيثبت ومش هيتمسح. بس الشرط الوحيد انك لازم تفضل دايما مختار انك تطبع على ورق بلين بيبر او الورق العادي. من جوه السيتنجز بتاعت الطبعه او خصائص الطباعه هتفضل دايما مختار انك بتطبع على بلين بيبر ايا كان نوع الورق اللي هتطبعه، مغطاه مش مغطاه، نسيج مفتوح، جلوسي، مات، RC. لازم تختار بلين بيبر عشان ينزل لك اللون الاسود الصريح، ما ينزلكش الخليط ما بين السيان والماجنتا. ولما هتطبع على الورق الارسي او ريزن كوتد، الحبر الاسود البيجمنت الزيتي هينزل صريح اسود ومش هيتمسح من الورقه، بس هتسيبه كده حوالي 3 دقايق لغايه ما الحبر ينشف وهينشف. تمام. بس مشكله الورق ده بقى ان هو غالي ومش متوفر دايما، يعني ساعات ممكن تدور عليه ما تلاقيهوش، ولو لقيته بتلاقيه غالي. فلذلك انا ما برجحش الحل ده لانه حل ما ينفعش لحد جايب البرينتر علشان يطبع عليها شغل.
دي تنفع لحد بيطبع وثائق بنسبة 80 ل 90% وعايز يطبع كده صورتين 3 كل فترة. فانت لو استخدامك كده انا انصحك انك تجيب الار سي بيبر ريزن كوتد وما تعملش حاجة في البرينتر. لكن لو انت بتطبع بالبرينتر 90% صور وال10% اللي فاضلين بتطبع بيهم وثائق، لا انصحك بقوة انك تعمل الحل التاني اللي احنا هنقوله دلوقتي. ولو كنت بتشتغل بالطبعة دي بتطبع بيها شغل يبقى انصحك بالحل التاني. والحل التاني هو ان احنا هنسحب، لو جينا بقى نتفرج كده على شكل الطبعة بتاعتنا من جوه، ادي الطبعة الكانون اهي. طبعا الكلام اللي انا بقوله لك ده ينفع مع اي كانون بيكسيما جي وجنبها 4 ارقام: 2411 3411 3430 3460 2460 3470. اي بيكسيما جي وجنبيها 4 ارقام هتلاقيها من جوه نفس التكوين بتاع الطبعة دي. تمام؟ فيها الثلاث تنكات بتوع الالوان في الجانب اليمين والتانك بتاع الاسود في الجانب الشمال. طبعا اللي احنا هنعمله النهارده واللي انت هتشوفه الجاي في الفيديو ده، احنا مش هنقرب من التنكات بتاعه الحبر الالوان الثلاثه خالص، احنا شغلنا كله هيبقى في التانك الاسود. ولكن انا عايز افرجك من جوه الميكانيزم اللي الطبعه بتشتغل بيه. فانت عندك 3 تنكات اهم فيهم 3 الوان الحبر. الحبر بيعدي في الانابيب دي، لو تاخد بالك بص التانك اهو طالع منه انبوبه اهي، الحبر يعدي في الانبوبه دي ويفضل ماشي 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 ماشي، ويجي بقى في المجموعه دي يعدي الاربع الوان هنا ويدخلوا جوه البرينت هيد دي، والبرينتر تبدا تطبع. فاحنا اللي هنعمله النهارده ان احنا هنيجي ادي اللون الاسود اهو، واهم حاجه لازم تاخد بالك منها لان احنا هنتعامل بسرنجه حقنه بتاعه الانجكشن اللي بتاخد بيها فيتامين او بتاخد بيها اي حاجه تحت الجلد او في العرق، هي دي السرنجه اللي احنا هنستخدمها. والتانك ده بلاستيك، فخلي بالك احنا هندخل السرنجه من فوق هنا، ولازم تبقى شايف التانك قبل كده فتبقى متخيل اللي انت بتعمله، لان ساعة ما هتعمل الكلام ده انت مش هتبقى شايف التانك من جوه، فلازم تبقى شايفه قبل كده ومتخيل شكله. التانك الجدران بتاعته كلها بلاستيك، فانت ما ينفعش تدخل الحقنة بالورب، سن السرنجة ما ينفعش يدخل بالورب، هيخرم جنب التانك والحبر ده كله هينزل جوه البرينتر، هيجي على الكارتات يحرقها، وبدل ما هتبقى محتاج تغير الحبر من بيجمنت لداي هتبقى محتاج تغير البرينتر كلها. فلازم سن الحقنة او السرنجة ينزل عمودي، وما بتنزلش من سن السرنجة الا ربعه او تلته بالكتير، ما بتنزلش اكتر من كده، لان التانك جواه هنا بص لو رجعنا للصورة دي كده هتلاقي التانك بص جواه هنا في جزء بلاستيك جوه مربع علشان يحافظ على ضغط الهواء جوه التانك لما الطبعة تسحب الحبر في الانابيب. فانت لو نزلت بسن الحقن اكتر من الربع او التلت هتخرم الجزء ده وساعتها هتبوظ التانك، هيبقى ضغط الهواء مش سليم جوه التانك وهتبدا الطبعه تسحب هواء كل مره مع الحبر وتقطع في اللون ده. فتعالوا بقى مع بعض نروح نشوف البروسيس عملي. اول حاجه بقى المفروض ان احنا نعملها عشان نتاكد ان البرينتر سليم ان احنا نطبع تيست بيج او نوزل تشيك، ودي على حسب بقى الويندوز عندك هتروح لقائمه ستارت، وبعد كده هتخش على كل البرامج وتدور على كانون يوتيليتيز، وبعد كده هتخش على برينتر اسيستنت تول، وبعدين هتيجي تدوس على نوزل تشيك اللي هي جنبها الرسمه دي عشان لو عندك بالعربي، فهيسألك هل عايز تطبع برينت تشيك باترن، هتقول له ايوه. زي ما انت شايف هو بدأ يفتح البرينتر اهو، حط ورقة A4 بلين بيبر بيضة عادية، تمام. احنا تركيزنا هيبقى مع اللون الاسود اكتر لان هو اللون اللي احنا هنستبدله. فاحنا عندنا هنا اهو الاسود تمام، والجريدز اللي هي المربعات دي تمام زي الفل. اللون السيان تمام، السيان الفاتح، ماجنتا الماجنتا الفاتح، واليلو واليلو الفاتح، تمام زي ما انت شايف كده. المفروض ان الجريد يبقى شكله كده والالوان تبقى واضحة كده، ما يبقاش بالشكل اللي فيه تقطيع ده. لو بالشكل اللي فيه تقطيع ده يبقى هتدوس على زرار كليننج هنا هيعمل معاك تنظيف، وهتفضل تعيد العملية لغاية ما توصل للشكل ده. انما لو انت اصلا
طبعت النازل تشيك وطلع معاك زي الشكل الاولاني ده، يبقى احنا تمام كده، ما عندناش اي مشاكل، ونبدأ نعمل التجربة بتاعتنا. والتجربة بقى اللي احنا هنعملها ان احنا هنطبع الصورة دي مرة بالسيتنجز بتاعة الجلوسي فوتو بيبر، ومرة بالسيتنجز بتاعة البلين بيبر، وهنقارنهم مع بعض كجودة، وهنشوف اللون الاسود بيثبت في انهي. فهنيجي كده ندوس على فايل وبرنت، وبعد كده هروح على البرنت سيتنجز، وهنزل على الميديا تايب هنا، هختار فوتو بيبر بلس جلوسي 2، وهنزل على البرنت كواليتي هخليها هاي، وهعلم على البرنت بريفيو، هسيب الورق A4 زي ما هو، وبعد كده هدوس اوكي، وهنزل تحت هنا علشان اختار المكان بتاع الصورة ان هو ينزل لي في اول الورقة. بجيب بقى انا الورقة A4 بقسمها على 2، وبعد كده هنحطها على البرينتر في التراي فيدر اهو، ونظبط المقاس بتاعنا ونقفل التراي. وهو بالنسبة له كده شايف ان اكن دي ورقة A4، فاحنا بنحط الصورة زي ما احنا شايفين كده في النص اللي فوق من الورقة، وبندي امر طباعة، فهو بيطبع على النص اللي فوق من الورقة اللي هو تعتبر الورقة A5 اللي احنا حاطينها في البرينتر. هنيجي بقى على زرار برينت، وبعد كده هندوس بروسيد، هيطلع لنا كده بريفيو. تمام، هي الصورة هيبقى شكلها كده، وده المكان اللي هتنزل فيه. هندوس ستارت. عايزك تلاحظ معايا بقى الوقت اللي هي هتاخده اثناء ما هتطبع الصورة دي. هتشوف بعينك دلوقتي المشكلة اللي بتحصل معاك. انك بتختار بقى جلوسي فوتو بيبر ومنتظر كواليتي تحفة والوان زاهية، ده المتوقع. البرينتر اتأخرت، خدت وقت طويل جدا في الطباعة، في معنى كده ان الصورة المفروض انها تطلع تحفة. اخدت بالظبط 40 ثانية. هنسيبها بقى كده زي ما هي عقبال ما الحبر ينشف شوية، وهنطبع نفس الصورة على ورقة جلوسي تانية اهي. بس المرة دي هنختار السيتنجز اللي انت هتشوفها قدامك دي. طبعا انا بدوس كنترول بي اللي هو الشورت كات بتاع الطباعة، بدل ما اختار فايل وبرنت. وبعد كده المرة دي هخش على برنت سيتنجز او خصائص الطباعة، والمرة دي بدل ما هختار فوتو بيبر هنختار بلين بيبر العادي اللي احنا اكننا بنطبع على ورق الابيض العادي اللي احنا كلنا بنطبع عليه. بس هختار البرنت كواليتي هخليها هاي، مقاس الورق هسيبه A4 زي ما هو، وهنفضل معلمين على برنت بريفيو عشان نشوف الصورة هتنزل فين في الورقة. وهندوس اوكي، وهندوس برنت بروسيد، وبعد كده هيورينا البريفيو، نشوف الصورة هتنزل فين في الورقة، وبعد كده هندوس ستارت برينتينج ويبدأ الطباعة. خد بالك بقى الوقت هتقعد قد ايه.
أخذت بالظبط 17 ثانية. تعال نتفرج بقى كده على الجودة. بص بقى، شايف الجلوسي؟ شايف اللون الأسود هنا عامل ازاي؟ تحفة طبعا. بص هنا عامل ازاي، بهتان. وهنا بص. طيب بص بقى، لو جينا جربنا بقى التجربة بتاعتنا وخدنا كده، شوف انا صبعي اهو مفيهوش اي حبر. ولو جيت على اللون الاسود هنا كده، بص اللون الاسود ثابت 100%. تمام. بس الجودة طبعا مش اللي هي. لو جينا بقى في اللي هي جودتها تحفة دي، صبع اهو مفيهوش اي حبر. الحبر طلع من على الورقة كله في صبعي. بص شايف؟ تاني. وتكمن هنا بقى المشكلة اللي أنا حكيتها لك في أول الفيديو. طيب ليه بقى الصورة دي بتطلع بهتانة كده لما بنختار جلوسي، وما بتطلعش بالجودة دي؟ ليه بتطلع كده؟ هقول لك السر، بس بعد ما هنعمل مع بعض تجربة تانية سريعة على ورق جلوسي برضو. هنحطها في البرينتر. هنيجي نعمل نيو فايل سريعا كده. هنختار العرض بتاع الورق ب21 سنتي وطولها 14.8 اللي هو مقاس ال A5. والريزوليوشن هنا هنخليه 300 بيكسل بير انش. والكالر مود هنخليه CMYK، وده مهم جدا يبقى سيان ماجنتا يالو بلاك زي البرينتر، مش RGB اللي هو ريد جرين بلو زي الشاشة. وبعد كده هندوس كرييت، هيفتح لنا صفحة اهي. تمام. بعد كده هنيجي بقى على البالت بتاع الالوان ونختار اللون الاسود اللي هو القاتم اهو، نتأكد اكتر اسود قاتم وهندوس اوكي. وبعد كده هنيجي نختار هنا مستطيل ونرسم مستطيل كده في اي حتة كده. تمام. وبعد كده هندوس كنترول بي عشان نروح نطبع، وهنخش على print settings وهنختار السيتنجز الاولانية اللي طبعنا بيها الصورة الاولى فوتو بيبر. والمرة دي هنختار جراي سكيل برينتينج اللي هو الطباعة الابيض واسود. جلوسي اهو بلس جلوسي 2. والبرنت كواليتي هنخليها هاي، وبرضو A4 وبرنت بريفيو. هندوس اوكي وندوس برنت وبعديها بروسيد وبعد كده ستارت برينتينج. تمام. عقبال ما اللون يثبت هندوس كنترول بي تاني، وبعد كده هنخش على print settings. وبدل ما هنختار فوتو جلوسي بيبر هنختار plain paper وهنسيبها برضو gray scale. وهنعمل print quality هنخليها high، وهنعمل برضو مقاس الورقة A4 وهنسيب البرنت بريفيو متعلم عليها. وبعد كده هندوس اوكي وبرضه هي هتنزل في نفس المكان. فالمرة دي احنا هنعكس الورقة عشان تنزل جنبها. هنلف الورقة وندوس برنت بروسيد. وقبل ما ندوس ستارت برينتينج تعالى اتفرج معايا بقى على اللون اللي احنا طبعناه الاول. بص بقى شكل اللون.
اسود المفروض، صح؟ تمام. هحط لك جنبه علامة اهو عشان نبقى عارفين ان هو ده اللي الطبع الاول. تمام. هنلف بقى الورقة عشان ايه يطبع لنا هنا المرة دي، وندوس ستارت برينتينج. خدت بالك اتطبعت في وقت قد ايه؟ في ثانية. والتاني قعد قد ايه؟ ده اللي هيخليك تفهم بقى ليه الرسمتين دول شكلهم عامل كده. بص بقى يا سيدي، ده اللون اللي احنا طبعناه الجلوسي، بص ثابت زي الفل، بس لونه بص عامل ازاي، مش اسود حقيقي. ده خليط ما بين السيان والماجنتا، خليط ما بين اللون الازرق السيان واللون الماجنتا الاحمر، عشان كده بيثبت على الورق وما بيتمسحش. ليه؟ لان السيان والماجنتا واليلو اللي هما الثلاث الوان اللي موجودين في الطبعة زي ما قلنا داي بيزد انك، اللي هو الحبر اللي الاساس بتاعه مائي، فالورق بيتشربه عادي وما بيحصلش فيه اي مشكلة، عشان كده ما بيتمسحش. انما بقى لما طلبنا منه ان هو يطبع بالجودة بتاعت البلين بيبر، اللي هو الورق اللي المسام بتاعته مفتوحة مش زي الجلوسي بيبر المسام بتاعته مقفولة، فهو كده اطمن انه لو هيطبع حبر اسود 100% اللي هو الاساس بتاعه زيتي، الورق اللي الانسجة بتاعته مفتوحة هيشرب الحبر ايا كان اساسه مائي او زيتي. فعشان كده راح طابع لك اللون الاسود اللي حضرتك عايزه، اللي هو الاسود القاتم، وهو مطمن. بس مشكلته بقى زي ما قلنا ان هو ايه، بتلمسه كده بيتمسح، بص، فتحس ان انت مش عارف تعمل ايه مع الطبعة دي. شفت بقى دلوقتي لو جبنا بقى اللونين دول جنب بعض هتلاقي ان اللون ده اللي هو اللون البدنجاني، واللون ده اللي هو الاسود القاتم. لو جبت بقى الصورتين دول هتلاقي ان الاسود اللي هنا بص بقى في الجنب ده مش اسود، عشان كده الصور بتطلع باهتة. كل الصور اللي ارضيتها فيها اسود زي الشجر كده بيطلع اللون ايه، باهت. بص اهو الاوريجينال اهو انك بتاع كانون مكتوب عليه تحت 41 ايه الاربع حروف، بي جي اللي هو بيجمنت يعني اختصار لبيجمنت، بي كي اختصار لبلاك، بيجمنت بلاك. لو جيت بقى مقارنة بدي وحطيت ده جنبه كده هتلاقي بص شايف اللون اسود اسود بس ما بيثبتش، خسارة. بتحس ان انت متعقد من البرينتر دي، تطبع عليها صور تطلع باهتة، يا لما تطبع والالوان تبقى حلوة تبقى الحبر مش ثابت. دلوقتي حالا بقى ان شاء الله باذن الله هفرجك الحل الجذري للمشكلة دي، ان احنا هنحط داي انك مكان البيجمنت انك، وبالتالي لما هنطبع بالجودة بتاعة الطباعة على الورق البلين اللي هو الورق العادي هيطلع بنفس الجودة، بس ساعتها الحبر الورق هيشربه لان هو داي انك الاساس بتاعه مائي، وهيديلك نفس الدرجة السوداء اللي انت محتاجها. بالنسبة بقى للادوات اللي هنستخدمها، هنستخدم شيكرتون او اللي هو العازل بتاع الكهرباء، تمام، وهنستخدم مقص والمناديل بتاعة المطبخ عشان بتبقى تخينة شوية فبتمتص الحبر غير المناديل العادية. طبعا المناديل العادية تنفع بس مناديل المطبخ تبقى أفضل. وأي حاجة عندك إزاز بلاستيك أي عبوة عندك اللي هنفضي فيها الحبر أثناء تنظيف التانك، لأن احنا في حبر هنطلعه دلوقتي نضيف ده هنحطه في الإزازة بتاعة الحبر، ممكن نستخدمه بعد كده عادي اللي هو الحبر اللي موجود في التانك دلوقتي. وبعد كده لما هنيجي ننضف التانك هيبدأ يطلع فيه حبر بقى هالك، ده مش هينفع نستخدمه، فده هنرميه في الايه، في الكونتينر او في اي حاجة بقى بلاستيك او ازاز عندك، بس خلي بالك تتقلب عشان ما تبهدلش الدنيا. وسرنجة
وياريت لو كانت 20 ملي او اكبر سرنجة ممكن تستخدمها علشان تسهل علينا عملية سحب الحبر، منقعدش نسحب كتير. لو سرنجة صغيرة هتضطر تسحب عدد مرات كتير. ومية. بس كده. اول حاجة بقى، لو كان البرينتر عندك مقفول كباور يعني، هتفتحه بحيث ان اللمبة تبقى منورة اخضر كده. وبعد كده هنفتح الكفر بتاع البرينتر. تمام، هو بيعلق كده في دراع بيخليه يعلق زي كبوت العربية كده. وبعد كده هنفصل الكهرباء عن الطبعة. يعني شوف كده النور اهو، انا عندي الفيشة اهي بتاعة الكهرباء، جنبها في زرار احمر، اول ما هدوس عليه هتشوف اللمبة الخضرا دي هتطفى، يعني معناها ان كده ايه، مفيش باور داخل الطبعة. تمام كده بقى انا اقدر احرك الهيد بتاع الطبعة. طبعا بنشد هنا من الانابيب دي، بس بنشد بالراحة. تمام كده البيت بتاع الطبعة دي بنسميها العربية، بتبقى حرة، واقدر احركها من غير ما اذي الهيد بتاعت البرينتر او من غير ما اذي العربية. طيب اول حاجة لو تاخد بالك ان الانابيب دي فيها معدي الاربع الوان بتوع الحبر داخلين في الهيد. عندك الهيد الاسود اهو والهيد الالوان اهو. احنا الهيد الالوان ملناش دعوة بيه، يعني الانابيب الالوان دي مش هنسحب منها اي حاجة. بس طول ما انت الانابيب متنية كده بيبقى ضغط الهواء فيها مظبوط، بحيث ان يفضل في حبر من هنا لغاية المكان ده. تمام، تعال قرب معايا كده. احنا بقى عشان نفتح القفل بتاع رؤوس الطبعات، الانابيب دي هتترفع، ده كده هيترفع، والانابيب دي هتترفع معاها، فهيبدأ الحبر يتراجع تاني وينزل فين؟ في التنكات. واحنا مش عايزين كده، لان احنا لو عملنا كده والحبر تراجع بعد كده لما هنيجي نشغل البرينتر علشان تسحب الحبر ده تاني لغاية الهيد، هتضطر تشغل اداة جوه البرنامج بتاع البرينتر اسمها انك فلاش او اداة سحب الحبر. ودي بتشغل المواتير اللي جوه البرينتر بسرعة عالية علشان تضخ هواء بقوة جوه الانابيب عشان يقدر يزق الحبر من التنكات ويعدي لغاية الرأس بتاع الطبعة. وبعد ما بيخلص بيبدأ يسحب من التنكات حوالي 15 ملي. فطبعا الانك فلاش ده بيخسرك حبر نضيف، بيترمى في المينتنانس بوكس او في صندوق الصيانة، بيملالك السفنجة اللي في قاعدة صندوق الصيانة. ودي بتحتاج ان انت تغيرها كل سنتين لو انت شغال بالمعدل الطبيعي بتاع الطبعة، انما لو بتعمل انك فلاش كتير هتغيرها كل سنة. فعشان نتفادى ان الحبر ده يتراجع، هنيجي كده لو تبص معايا هتلاقي هنا كده في دراع اهو. الدراع ده بيسموه دراع الصيانة. لما بتيجي تعمل اي صيانة في البرينتر بتحركه من اليمين للشمال، او لما بتيجي تنقل البرينتر بتاعتك من مكان لمكان برضو نفس الكلام، عشان الحبر ما يتحركش بتقفل الزرار ده من هنا لهنا. بيبدأ الجزء الابيض ده يضغط على الاربع انابيب دول، بحيث ان هو يحافظ على ان الحبر يفضل دايما موجود من هنا لغاية رأس الطبعة. مهما الحبر اتحرك في التنكات والحبر رجع من الجزء اللي ورا، اللي هو ده اللي ورا المكان الابيض اللي هو ده، مش هيأثر طول ما الحبر موجود من هنا لغاية هنا. وأول ما البرينتر هتبدأ تطبع أوتوماتيك هيبدأ الحبر يرجع في الجزء اللي هو قبل المكان الأبيض ده، في الجزء اللي هو اللي ورا ده. تمام، هيبدأ ساعتها أوتوماتيك الحبر يجي فيه. لكن الحبر لو قل من هنا لازم تستخدم الأداة بتاعة الإنك فلاش. فإحنا هنيجي دلوقتي نقفل الزرار ده كده أهو. تمام، هو كده خلاص اتقفل. مهما بقى تحرك البرينت هيد او ترفعها هيفضل الحبر محبوس في الانابيب من هنا لغاية البرينت هيد. عشان نفتح بقى الهيد في زرار عندنا هنا لونه ازرق اهو، بنضغط عليه لفوق علشان دي تتفتح معانا. بس قبل ما نفتح لازم نجيب البرينت هيد في المكان اللي هو مفتوح ده، المربع ده، علشان الكفر ده لما يتفتح ما يصدش هنا او هنا. هنيجي بقى ندوس على الزرار الازرق ده لفوق ونرفع بيه الرؤوس بتاعه الايه، الطبقات. زي ما انت شفت كده عندنا ده الاسود اهو وده الالوان. زي ما احنا شايفين الحبر اهو موجود في الانابيب ما رجعش. تمام، لان الزرار ده زي ما قلنا مقفول اللي هو الابيض.
تمام. كل اللي احنا بقى هنحتاج نعمله ان احنا عايزين ننضف الفتحة اللي فيها اللون الازرق، واللي جنبها اللي فيها اللون الاصفر، واللي تحت دي اللي فيها اللون الاحمر. الاتنين اللي في النص دول ملناش دعوة بيهم. تمام. احنا عايزين ننضف بقى الحبر من على الحرف اللي بره ده علشان نلزق شيكرتون، بحيث ان احنا لما نيجي نفتح الزرار الابيض ده علشان نسحب حبر من البرينت هيد الاسود اللي هو ده، تمام، الحبر ما يتراجعش في الانابيب بتاع الالوان. الشيكرتون او العازل بتاع الكهرباء لما هنلزقه هنا هيمنع ان الهواء يدخل في الانابيب دي والحبر يتراجع فين؟ في الانابيب. هنجيب بقى الشيكرتون نطلع منه حتة ايه صغنطوطة قوي كده، حتة قد كده. تمام. هنقسمها الحتة دي على ايه؟ على 4. تمام. احنا عايزين 3 حتت بس، مش عايزين 4، فهننقي اصغر حتة فيهم، ودي مش عايزينها، نلزقها هنا في اي حاجة كده، نشيل الورقة عملنا عليها تيست، ونجيب يا سيدي بقى منديل من بتوع المطبخ، ونقسم المنديل على 4 قطع. تمام. هنمسح كل لون بقطعة، ما تمسحش لون بمنديل وترجع تمسح لون تاني بنفس المنديل، وانصحك ان انت تمسح اللون الاصفر الاول لان هو افتح لون واللي بيتأثر باي لون تاني، يعني لو جه عليه اي لون تاني هيغير الدرجة بتاعته. لكن الالوان الغامقة زي مثلا السيان او الماجنتا لو جه عليهم نقطة من الأصفر يعني مش هتغير درجة اللون قوي، لكن الأصفر لو جه عليه نقطة أسود أو أزرق أو ماجنتا هتدمر اللون تماما. تمام. احنا مش بنشفط اللون من جوه الأنبوبة، احنا بس بنمسح الحرف اللي بره عشان الشيكرتون أو عازل الكهرباء يلزق. تمام كده. نيجي على اللون اللي بعده. تمام كده بدأ يبقى نضيف اهو. تمام. اللون اللي بعديه ماجنتا، في ناس بتقول ماجنتا وناس بتقول ماجنتا. تمام. يعني تهيألي أنا خد الحرف ده نمسح بيه ونشوف كده، المفروض إن هو يبقى نضيف. اللون الأسود بقى إيه عايزين نمسحه كده عشان ما ينقطش بس ويبهدل الدنيا، عشان لما نيجي نحط الحرف بتاع الإبرة أو السرنجة ما يبهدلش الدنيا. بس كده. نيجي بقى نمسك الشيكرتون أو عازل الكهرباء ونلزقه كده على الإيه الفتحة بتاعت اللون، بس تتأكد إن هو مغطيها كلها ومفيش أي جزء منها يدخل هوا، دي أهم نقطة. تمام. بعد كده نلزق السهام. وبعد كده اليلو آخر حاجة.
تتأكد كده ايه منهم كلهم. لما تحط طرف صبعك كده تحس ان ايه ان هي لازقة في كل الطروف بتاعة الدايرة. بس كده ان شاء الله بإذن الله يبقوا كلهم مسدودين ومفيش أي حاجة فيهم بتدخل هوا. هنيجي بقى نجيب السرنجة بتاعتنا، هنشيل منها التيب، مش عايزين دي دلوقتي، عايزين بس كده، وهنريح الحقنة سنة كده، نخليها حرة كده. تمام. وبعدين هنجيبها بقى نحطها فين؟ جوه الفتحة بتاعة الحبر الأسود. تمام. وبعد كده هنيجي بقى على الزرار الأبيض هنا اهو، هنرجعه بقى إن شاء الله الحبر يفضل في الأنابيب وما يرجعش. تمام. زي ما احنا شايفين اهو الحبر موجود في الأنابيب زي ما هو الحمد لله كده، عشان تشوف ايدي وهي بتسحب. قبل ما نسحب بقى هنجيب مناديل من بتاعة المطبخ، كام منديل كده، وهتحطهم تحت سيبك من دي دلوقتي، دي خطوة مهمة عشان مبهدلش الدنيا. تمام. عشان لو في أي حبر نقط ايه ما يجيش على الهيد ويبوظ الدنيا. تمام. هنحط بقى كده البوز بتاع السرنجة، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ايه نسحب. هتشوف بص الحبر بيدخل جوه الأنبوبة اهو. متسحبش جامد، انت ايه تسحب كده بالراحة 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 لغاية ما تجيب آخر السرنجة وتفضل ثابت، هو هيفضل يدخل يملى السرنجة لغاية آخرها. تمام. خلصت كده تسحب متقلقش مفيش حاجة هتنقط، بس برضه احنا ايه احتياطي. أول شوية حبر ملحقتش أحطهم في الإزازة، مراتي طمعت فيهم هترسم بيهم. يلا لله الأمر من قبل ومن بعد. عشان نحط الحبر بقى في العبوة الأصلية بتاعت كانون هنلاحظ إن احنا عندنا هنا كده الفتحة دي فيها نظام كده، إن هي أكن أدي الفتحة دي أهي، وفيها تحت كده زي حتة بتتفتح كده، لازم تزقها علشان الحبر يدخل جوه الإزازة. طول ما هي مقفولة كده الحبر مش هيدخل، هم عاملينها عشان لو الإزازة اتقلبت الحبر ما يرجعش ايه من الفتحة دي، فانت احنا لازم نزق الحتة دي علشان الحبر يدخل ايه جوه الإزازة. فهنزقها بالطرف بتاع السرنجة وبعدين نضخ الحبر. تمام. تمت العملية بنجاح. نرجع تاني لوضع سحب الحبر، نحط التيب كده. بدأ يحصل رغاوي واخد بالك، فمعنى كده ان خلاص بدأ يسحب ايه هوا مع الحبر.
وهعيد بقى العملية بتاعة ضخ الحبر في الإزازة. هنعيد تاني، وفي الأغلب دي ممكن تبقى آخر سحبة. واخد بالك؟ بص خلاص، رغاوي وأنابيل. هو كده خلاص الخزان. هنيجي بقى المرحلة سحب المية. هنسحب مية في السرنجة، وانصحك ان المية اللي انت تحطها تكون، لو هتاخدها من الحنفية يبقى عندك فلتر. ما عندكش فلتر اعتبرها بنتك الصغيرة وهات لها مية معدنية. ليه بقى؟ لان المية اللي من الحنفية لو عندك خزان وما عندكش فلتر هيبقى فيه شوائب ورواسب، وهيبقى فيه صدى من المواسير، فكل ده هينزل مع المية في التانك. انت مش هتشوفه بعينك، ولكن هيترسب فين؟ في قاعدة التانك. فالافضل ان انت تستخدم ايه؟ مية معدنية. بنملى بقى السرنجة مية اهي، بص مية نضيفة اهي، وبنفتح الخزان بتاع الحبر الاسود، وبنركب البوز بتاع السرنجة. عايزك تركز معايا بقى جدا في الحتة دي، ولو تفتكر شكل الخزان انا فرجتهولك. احنا عايزين نحط بقى الحقنة في الجزء ده، في الفتحة دي. الفتحات دي هي اللي بتدخلك جوه التانك، بس زي ما اتفقنا فما ينفعش تخش بالإبرة زي ما قلنا، ولا بالورب كده، ولا يمين ولا شمال. بتنزل بيها عمودي، ويدوبك بتدخل ربع السن. هنبدأ بقى نضغط المية كده جوه. تمام. هنفضل بقى نكرر العملية دي لغاية ما نملى الخزان كله. تمام كده، باين اهو الخزان فيه قد ايه، عشان نعرف هنتوقف امتى. هو في الأغلب هنحتاج نملاه تقريبا 5 مرات، لأن هو تقريبا حوالي 125 ملي أو كده، 135 ملي تقريبا. يكفي ذلك. وهنرجع تاني بقى نسحب المية اللي احنا زودناها دي من هنا. طبعا دي مية لونها اسود. هنحطها بقى في الجار اللي احنا عملناه للحبر الهالك او الفايز. بدأ يجيب رغاوي اهو. كده الخزان. وهعيد ضخ المية تاني، وهفضل بقى أضخ مية في الخزان وأسحبها من الأنبوبة، أضخ مية في الخزان وأسحبها من الأنبوبة. فبدل ما نطول الفيديو هفرجك النتيجة في الآخر وأنا بسحب آخر سحبة من الخزان، علشان نشوف إن المية بدأت تطلع من الخزان نقية زي ما بندخلها. أنا كده خلصت بقى تنظيف حوالي 4 أو 5 مرات. مليت الخزان وفضيته مية. طبعا هي مية فترة عادية، انت مش محتاج تجيب مية سخنة مثلا او حاجة، لا هي مية بس، متحطش عليها اي حاجة خالص. فانا هحقن بقى الخزان كده اخر مرة، هحقنه بمقدار كده سرنجتين. نشوف بقى شكل المية كده اللي بتطلع السرنجة بقى بعد ما عدت على الخزان.
بص شفافة 100%، ولا كأن الخزان ده كان مليان حبر اسود. نجهز الخزان بقى عشان نضخ فيه الحبر الداي الأسود. نقعد نسحب بقى كده ايه هوا بكل المية اللي تيجي معانا. بص بقى شكل الخزان بعد ما اتنضف راجع جديد. بص بقى شكل المية اللي طلعت منه. رعب الأعماق. ده حبر اسود داي انا جبته، تلاقيه موجود على امازون، ممكن تجيبه من اي حد بتاع احبار. هتقول له انا عايز حبر اسود داي. اهم حاجة ان هو يبقى داي ما يبقاش بيجمنت، عشان لو بيجمنت يبقى احنا ما عملناش ايه حاجة. برضو الخزان بالحبر ده زي ما عملنا بالمية بالظبط هنعمل بالحبر. هنسحب حبر بالسرنجة اهو تمام، نضخه هنا كده في الخزان. نسحب سحبة ثانية. هنملى بقى السرنجة كده حبر. ندخله جوه الخزان. احنا مش هنملى الخزان بيه، احنا هننضف الخزان بيه عشان يسحب بقية المية اللي جوه ايه الخزان. زي ما انت شايف بقى كده ايه اللي طالع. بص لون اسود حبر ولكن مختلط مع ايه شوية مية. أبدأ بقى أملى الخزان. كده احنا ملينا الخزان اهو تمام. كده احنا ملينا التانك ونضفنا المدخل بتاع التانك. هنقفل بقى الايه القفل. اتأكد ان انت قافله تمام كويس. عايزين بقى نسحب الحبر الاسود من هنا لغاية ما الحبر يمشي في الانابيب ويوصل لنا لغاية هنا. ندخل التيب كده
تمام. ونسحب لغاية ما أول ما الحبر يبدأ يمشي. بص كده على الأنابيب. تمام. اللحظة دي بقى هنيجي على الزرار هنا ونقفله كده. خلاص الحبر مش هيتحرك. نفصل دي بقى، لو فصلنا دي الحبر مش هيرجع. خلاص كده ممكن نشيل بقى الحاجات دي. وهنحتاج بقى الخطوة اللي بعد كده ان احنا ننضف رأس الطبعة دي البرنت هيد من الحبر البيجمنت القديم علشان يدخل مكانه الحبر الداي الجديد، لان ما ينفعش البرنت هيد يقرا نوعين الحبر مع بعض. البيجمنت والداي لما يختلطوا مع بعض وتبدأ تطبع بيه ده هيبوظ لك البرنت هيد فورا. فاحنا لازم نسحب الحبر البيجمنت اللي موجود متخزن في رأس الطبعة، يعني بيبقوا حوالي 10-15 ملي، ونحط مكانهم داي انك. طبعا احنا مش هنعمل ده مانيوال عشان ما نأذيش رأس الطبعة، وهنستخدم الأداة اللي هي بتاعة سحب الحبر الانك فلاش من برنامج اعدادات الطبعة. بس قبل ما نعمل كده بقى لازم نشيل الشيكرتون اللي احنا حطيناه هنا على الفتحات بتاعة الألوان الأحمر والأصفر والأزرق. وبعد كده هنقفل بقى الكفر بتاع البرنت هيد. تمام. لازم تسمع التكة دي. وبعدين هنضغط على الزرارين دول، تمام، اللي هما بيثبتوا أنابيب سحب الحبر في المدخل بتاع رأس الطبعة. بعدين ممكن نيجي نشوف بقى كده الأنابيب كلها مليانة حبر اهو. دلوقتي بقى هنيجي على الزرار الأبيض ده، هنرجعه بقى زي ما كان. تمام. هنرجع العربية مكانها برؤوس الطبعة، وبعد كده هنقفل الكفر، ترفعه لفوق كده، تسمع التكة دي، وبعدين تقفله. وبعدين هنوصل الكهرباء للطبعة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده هنيجي بقى على البرنامج بتاع الطبعة عشان نشغل بقى الأداة بتاعة سحب الحبر. هنروح على قائمة ستارت، وبعد كده نختار كل البرامج، وبعد كده ننزل على كانون يوتيليتيز، وبعد كده هنختار Assistant Tool. هيطلع لنا البرنامج بتاع الطبعة. هنيجي نختار Ink Flush اللي هي دي، مش عارف بقى بالعربي ممكن يبقى اسمها ايه، سحب الحبر او هيبقى اسمها ايه. فممكن تشوف شكل الايكون دي وتدوس على الكلمة اللي جنبها. لما ندوس بقى هنا هيطلع لنا كده تحذير بيقول لك قبل ما تشغل عملية سحب الحبر لازم تعرف ان العملية دي بتسحب كمية كبيرة من الحبر، ولو محلتلكش المشكلة اللي عندك هتعمل ديب كليننج بعديها. ديب كليننج اللي هو ده تاني اختيار، ده بيعمل بالظبط زي الكليننج اللي فوق ده، بس بيبقى ضعف الوقت، بيعمل ضعف الوقت بتاع التنظيف، وبيسحب معاها كمية حبر صغنطوطة كده من الأنابيب، عشان لو في فقاعة حبر مثلا في الأنابيب والبرينت هيد مش قادرة تسحب حبر من جوه الأنابيب، فبيخلي المواتير تلف بسرعة وتضغط هوا جوه الأنابيب بحيث إن هي تزق الحبر شوية، ففقاعة الهوا دي تطلع من داخل رأس الطبعة، ورأس الطبعة تقدر تسحب حبر من جوه الأنابيب تاني. ولكن الإنك فلاش أو سحب الحبر ده بيسحب حوالي من 10-20 ملي من الحبر اللي في التانك، وهو ده اللي احنا عايزينه، اللي هو تقريبا المخزون اللي موجود جوه رأس الطبعة، علشان نسحب البيجمنت انك من جوه رأس الطبعة ويدخل مكانه الداي انك اللي احنا حطيناه في التانك. فهندوس بقى هنا اوكي. هيقول لك هل انت عايز تعمل سحب حبر للالوان الثلاثه ومعاهم الاسود اهو زي ما انت شايف، بي كي اهو بلاك، والسي اللي هو الصيان، والام الماجنتا، والواي اللي هو اليلو، ولا عايز تعمل الاسود بس ولا للثلاث الوان بس؟ فاحنا هنختار تاني اختيار اللي هو ايه، للاسود بس. وبعد كده هندوس ستارت. هيرجع يعيد عليك تاني التحذير بتاع ان برنامج سحب الحبر هيسحب كمية كبيرة من مخزون الحبر اللي عندك. هل انت متأكد انك عايز تشغل برنامج سحب الحبر على اللون الاسود؟ فهتقول
اوكي. طبعا هي العملية بتاخد وقت، انا حاطط لك الكاميرا قدام التانك عشان سحب الحبر يبان لو هيقل من مخزون التانك قدام الكاميرا، وهجري وهسرع الفيديو علشان ما نطولش وقت الفيديو. تمام، هو كده خلص. خدت بالك بقى سحب قد ايه من التانك؟ هو بيقول لي ان في واحد من الالوان عندي وصل المستوى بتاعه لأدنى مستوى في التانك، فياريت تزوده علشان ما يسحبش هوا ويعمل مشكلة. طبعا هو مش بيتكلم عن اللون الاسود، هو بيتكلم عن لون تاني من الالوان، ولكن احنا البروسيس بتاعتنا خلصت تمام، مفيش اي مشكلة. هو محتاج يطبع حاجة دلوقتي، فانا هحط له ورقة. هو عايز يطبع التشيك نوزل تشيك، وعايز يطبع النوزل تشيك. تمام زي ما احنا شايفين اهو، اللون الاسود الحمد لله اهو موجود تمام، والجريد سليم، والتلات الوان اهو، الصيان الفاتح، الماجنتا الفاتح، واليلو الفاتح. طيب عشان نتأكد بقى ان فعلا الحبر اللي موجود جوه رأس الطبعة دلوقتي هو الداي انك الاسود، فهنعيد بقى نفس التجربة اللي احنا عملناها في اول الفيديو، وهنطبع الورقة دي. ندوس كنترول بي، وبعد كده هنختار print settings، وهنختار هنا ابيض واسود جراي سكيل، وهنا plain paper ورق عادي، هنا high print quality، وهنختار print preview هنا، والورقة تبقى A4. وبعدين هندوس اوكي، هتنزل لنا هنا في الورقة اهي. وبعد كده هندوس print و proceed نور preview، هندوس start printing. ادي ورقة جلوسي بيبر اهي. ده نفس السيتنج اللي هو كان في اول الفيديو البيجمنت انك كان بيتمسح فيه. تعال نجرب بقى كده. هو اللون بصراحة جميل. هو اللون بصراحة جميل. نشوف بقى هل ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام، والمشكلة اتحلت. شايف اللون الاسود جميل ازاي؟
وزي ما انت شايف الثبات. نجرب صبع تاني اهو مفيهوش اي نقطة سودا. خلي بالك انا بمسح جامد ها. نجحت التجربة. دلوقتي البرينتر فيها داي انك مفيهاش بيجمنت انك، وعمره ما هيتمسح من على الجلوسي فوتو بيبر. زي التجربة الأولى. بص فاكر؟ بص اللون ده اسود مط، بص ده اسود قاتم جلوسي. بص كمان الداي لونه احلى من البيجمنت 100 مرة. الفضول بقى مخليني عايز اجرب اطبع بالسيتنجز بتاعت الجلوسي فوتو بيبر، مع ان انا عارف ان هو هيطلع حاجة مختلفة لان هو ما بيستخدمش كده كده الاسود، ولكن معلش من باب التجربة برضو عملناها اهو. بلس جلوسي 2 وكواليتي بيبر خليناها هاي، وهنا جراي سكيل بريفيو واي 4. اوكي وبرنت بروسيد ستارت برينتينج. نحط الورقة بالعكس عشان يطبع لنا هنا. طبعا زي ما توقعنا طبعا اللون البدنجاني ده. خلاص احنا مش محتاجين اصلا ان احنا نطبع بجلوسي فوتو بيبر او مات فوتو بيبر او اي سيتنج من بتاعة البرينتر. انت محتاج ان انت تطبع على البلين بيبر العادي عشان ينزل لك اللون الاسود القاتم. انت كده تبقى بتشتغل البرينتر. هو فاكر ان انت حاطط له ورق ابيض عادي، عشان كده بينزل اللون الاسود اللي عنده، اللي هو فاكر برضو ان هو بيجمنت، وانت بتشتغل وحاطط له ورقه جلوسي وبتشتغل وحاطط له حبر داي. فاحنا كده استفدنا من نظافه البرينتر وذكائها والكواليتي بتاعتها في الطباعة بان احنا غيرنا الحبر الاسود من بيجمنت لداي انك، فبقى بينفع ان انت تطبع على الجلوسي فوتو بيبر وعلى الستيكر فوتو بيبر والمات فوتو بيبر والورق العادي كده. ممكن تطبع على كل انواع الورق اللي انت عايزها. تعالى بقى نجرب الصورة. حط ورقة كده جلوسي اهي. نجرب نطبع بقى الصورة الأولانية اللي احنا عملنا عليها التست، اللي هي دي. هندوس كنترول بي وهنيجي هنا نختار print settings وهنختار plain paper عادي وهاي كواليتي و A4 و print preview. بعد كده ندوس اوكي وندوس تاني print proceed start printing. نجيب لك بقى الصورة القديمة اللي كانت بتتمسح اهو فاكر. اديها دقيقة بس كده ايه الحبر يمسك في الورق.
شايف اللون الأسود هنا وشايف هنا الدرجة. صباع نضيف اهو. بص هنا صباعي ده نضيف في الحتة دي اهو. بص بقى. ولا اي حاجة. تعال نقارن الجودة بقى بتاع القديم اللي كان بيتمسح بالجديد. طبعا في فرق واضح. أشكركم لمشاهدة الفيديو، والفيديو لو فيه معلومات فادتك، ولو عملت زي ما أنا عملت في الفيديو في الطبعة بتاعتك هتبقى حليت مشكلة حياتك في الطباعة. فلو استفدت من الفيديو ده ادعيلي بظهر لايك، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك، ولو ما عجبكش اعمل برضو، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، وأترككم في رعاية الله وأمنه.